قبل ما يحصل أي تغيير لازم تسمع لصوتك الحقيقي، ومش هتعرف تسمع لصوتك الحقيقي وسط الدوشة والزحمة والانشغال اللي ما بينتهيش. كل العظماء وكمان الأنبياء كان ليهم لحظات خلوة. احنا طول الوقت عايشين في دوشة وزحمة أفكار، زحمة أفكار وزحمة ناس وزحمة شوارع وزحمة كل حاجة، والزحمة دي ما بتنتهيش. وعشان تعرف تركز وتسأل نفسك سؤال ما بتلاقيش ليه إجابة، فمحتاج تاخد خلوة عشان تسأل نفسك سؤالين مهمين. السؤال الأول: إحنا فين؟ السؤال التاني: إحنا رايحين على فين؟ مش هتقدر تلاقي إجابة للسؤال ده وسط الدوشة الكتيرة اللي حواليك والتشتت. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ليه لحظات خلوة كتيرة جدا في غار حراء. سيدنا موسى عليه السلام قعد في خلوة 40 يوم قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يكلمه. رمضان بيديك الفرصة دي على طبق من ذهب. رمضان السكينة اللي فيه بتخليك تبقى جاهز، بتساعدك على عدم التشتت. صلاة التراويح والقيام بتبقى فيها سكينة غير طبيعية للروح. عشان كده بنصحك وبنصح نفسي أولا إن أنت تاخد 10 دقايق كل يوم وتبدأ من النهاردة، وتبدأ تسأل نفسك أنت فين ورايح على فين. الخلوة ممكن تكون أقوى ضربة بداية ليك وتساعدك إن أنت تعمل تحول حقيقي في حياتك. استنوني في باقي الحلقات مع رمضان ضربة البداية.